فيه الطعام. رببتنا مالتنا هنا. أما هذا يسمى بالليمتي، هو مصنوع من الخشب وكمان يصنع من الجلود، ونقدم فيه كمان الأكل. ولما يجي يصنع ما يدخل في صناعته أي مواد كالمسمار أو الغراء، يعني يصنع فقط من الخشب. بتكلم هذول ايش كمان، هذا الشغلات اليدويه مصنوعه من الخشب ومصنوعه من اشياء كثيره كمان. في كمان عندنا السفيد، كلميني عنهم. أزيكا ምግብ የሚቀመጥበት ነው ቆሪዎች ናቸው። زي ما شايفة هنا كمان عندنا أواني، وهذه الأواني تسمى بالكوري، والكوري يصنع من الخشب وأيضا كمان يصنع من الجلود. وهذا كمان أيضا يستخدم الكوري يستخدم كالثلاجة لحفظ الأكل كالجوكو مثال، يعني الأكل كالجوكو يحفظ بداخله لأكثر من سنة تقريبا. زي ما شايفة هذه الحافظات حق الأكل مصنوعة من الخشب وتستعمل لنقل الأطعمة والحفاظ على الأطعمة عند نقلها من مكان إلى آخر. وزي ما شايفة هنا هذا اسمه جابتي، واللي نقدم فيه الأكل أو يقدم فيه الأكل، وهو مصنوع من الخشب الخالص، وغالبا ما يصنعه الرجال يعني. የተሰራ ገበቴ ነው ማለት ነው። እንዳሁን ችሪባት እዚህ ጋር የምናገኘው ደግሞ ሀገር። وهنا كمان عندنا أقلقل. الأقلقل نستخدمه في التنقل لوضع الطعام فيه، لأنه كانت هناك مشاكل في التنقل في السابق، فنستخدم الأقلقل عند التنقل. ከመንገድ ወደ መንገድ የሚሄዱበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ትልቅ አገልግል አለ። وزي ما شايفة هذا الأقلقل كبير ويوضع فوق الراحلة، ويستخدم لمجموعة أكبر. لا يسلا بازي أقلقل بتلق أقلقل ይሄ ለአንድ ቀን ለአንድ ሰው ምናምን بعكس الأول فهذا لشخص واحد فقط. ያ መካከለኛ ለአንድ ሰው የምትሆነው ወይም ለሁለት ሰው። ይሄ ደግሞ ትልቅ አገልግል ነው ማለት ነው። ትልቅ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቆሪ ነው። أما هذا الوعاء يسمى كوري، وهو مصنوع من الخشب ويستخدم لصنع العجين وما شابه ذلك. وزي ما شايفة شكله جميل ويعتبر كمان أفضل من البلاستيك. አሁን ፕላስቲክ ነው ግን ይሄ ምንድነው በጣም ነው የሚያምረው። ከእንጨት የተሰራ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ትጀቱ ማሌ አሽሮሮ ፋንደማ አሽሮሮ ፋንደማ ትሲን እንጀቱ አሽሮሮ. أعزائي المشاهدين، الحين خلصت جولتي في المتحف الوطني الأورومي، وأتمنى تكونوا حبيتم التراث والعادات والتقاليد الموجودة هنا في الشعب الأورومي. أما الحين راح نروح لفقرتنا الثانية وراح تكون شخصيات ناجحة. بس قبل ما نروح للشخصيات الناجحة عندنا أغنية نبغى نسمعها وراح نرجع. لا تروحوا بعيد، خليكم في برنامج هاشتاج فانا.